خلينا نبدأ في الأول بالصلاة على النبي، وأقول لك القرعة بتاعت كأس العالم اتعملت النهاردة مع النادي الأهلي. وأقول لك احنا هنتكلم النهاردة الأهلي واتحاد جدة وصلاح وزيزو وعرض الشباب الخيالي وبيع السباعي وموعد السوبر المصري وهجوم ضد أحمد دياب رئيس الرابطة. لو بتعرف كل التفاصيل دي كمل فيديو معايا لآخر دقيقة عشان تعرف كل التفاصيل دي. انت الكسبان مش خسران والله العظيم. بس حط لايك واكتب عاش الخطيب في كومنتات، لو زملكاوي اكتب عاش الزمالك. واهلا بيكم في حلقه جديده من اخبار الكوره. وبنقول بقى ايه، ان احنا هنقابل اتحاد جده كالنادي الاهلي في الدور المقبل في كاس العالم في ديسمبر ان شاء الله. وفي كتيبه تقيله منهم طارق حامد وجولو كانتي وبنزيما. واوعى صلاح تروح اتحاد جده. كفايه علينا كريم بنزيما بس. مقدمين له عرض خيالي يا جدعان، والله العظيم السعوديه دي بتطبع بتطبع فلوس حقيقي يعني. ومقدمين له عرض تقيل جدا وعاوزين محمد صلاح. احنا كاهلاويه دلوقتي بنقول لك ما تروحش يا صلاح. ربنا يقدرنا على بنزيما ومحمد عبد المنعم يديله حقنه ابطال مفعول كده، ما نشوفش اي خطوره على مرمى الشناوي. حتى الان يا جماعه صندوق الاستثمار السعودي عمال يضغط على اداره ليفربول ومحمد صلاح عشان يمضي معاهم مع محمد صلاح. بس احنا بندعيبهم يعني، بس ما شاء الله ربنا يزيدهم من واسع يعني. مش عاوز افكرك كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف بقيه التفاصيل في العنوان. يوم الخميس اللي هو النهارده يسدل الستار على هذا الحدث، وما نسمعش بقى حكاية محمد صلاح ولا الكلام ده تاني، ولا المفاوضات معاه قصدي يعني في السعودية وكده يعني. يلا لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك كتير. ننتقل معاك للحكاية التانية. وانا بكلمك عن الكرة السعودية والتطورات اللي في الكرة السعودية، وبقول لك دلوقتي ان هناك عرضا ماليا خياليا لاحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك بالاقناع ان هو يجي نادي الشباب السعودي للحصول على خدمات اللاعب المتميز احمد السيد زيزو. والعرض وصل ل7.5 مليون دولار. نادي الزمالك عفوا في اللفظ اللي حول مش لاقي فلوس، فلازم يمضي يمضي وياخد ويبيع زيزو. الدنيا واقعة تماما تماما في نادي الزمالك. يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات وتصلي على النبي وانت بتتفرج على الفيديو كده. وعليهم كمان غرامة 1,800,000 دولار. والدنيا واقعة في الزمالك تماما يعني. فاللهم صل على سيدنا النبي، جالك عرض ب7 مليون دولار. انت كنادي الزمالك، نادي الزمالك محتاج يبيع زيزو عشان يستفيد منه ويحل مشاكله والأزمات المالية ويحل القيد في نادي الزمالك. آخر ميعاد لإغلاق القيد هناك هو الخميس في السعودية. مش عارفين ايه اللي هيحصل، بس الصفقة دي بنسبة 100% ممكن ما تتمش لو ما سمعناش الخميس ان اللاعب مضى ولا حاجة. ممكن ما تتمش. انتقل معاك للجزئية التانية. لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك كتير. الرئيس الرابطة أحمد دياب امبارح فجر قنبلة قلبت الموازين في الساحة الرياضية والعالمية بموعد السوبر المصري. يعني احنا مش ناقصين كمان السوبر الأفريقي، لا نلاقي السوبر المصري جاي معانا كمان. امبارح احمد دياب في حواره مع الاعلامي قال كبير سيف زاهر اللي عاملين شغل جامد جدا. احمد بيك دياب اعلن عقوبة نادي الزمالك اللي قال لك طبعا هيتعاقب. و... و... طيب عقوبة الزمالك ايه يا عم؟ عدم المشاركة في السوبر المقبل بشكل رسمي وشكل اساسي يعني. خلاص كده اعلنها كابتن احمد دياب. وغرامة 500,000 جنيه موقعة على نادي الزمالك. يبقى ده يعمل يا سيدي يخلي الناس كلها مرتاحة وفي طمأنينة كده ان هو مفيش حاجة غلط بتحصل لما بيتعاقب عليها اللي بيعملها. الاهلي كان بيقول مش هشارك لان ما كانش بيطبقوا اللوائح. دلوقتي طبقوا اللوائح والحقوق التسويق هيعرف اللي ليه واللي عليه. قال ايه بقى كابتن احمد دياب؟ ثم كانت المفاجأة ان هو اكد بقى على ايه. وقال ايه بقى؟ اللهم صل على سيدنا النبي. وقال برضو اللي هينسحب من كاس الرابطة هيبقى عليه عقوبة. مفيش حاجة هتبقى بالسهل. بس خلي بالك كاس الرابطة هي خدت حصانة كبيرة لأنها أصبحت مؤهلة للسوبر المصري، فهي دي اللي خلتها تحفز الأندية إنها تشارك فيها. تواصلت مع أحد المسؤولين في كاس الرابطة وقال لي خلي بالك البطولة ستقام في كاس الأمم الأفريقية أثناء التوقف الدولي. بطولة إيه بقى؟ حد يقول لي؟ أقول لك بطولة كاس الرابطة المصرية. فهو كاس الدوري كاس أفريقيا إيقاف شهر ونص. إيقاف دولي شهر ونص. من مصلحة أي مدرب يجرب العناصر البديلة ويشغل الترس كده ويشغل التروس في المكنة، والمكنة تطلع قماش كده بفضل الله. كما إنني تأكدت إن الدوري هينتهي هيبدأ يوم 18 يوليو وينتهي يوم 30/6.
هيبتدي 18 سبتمبر المقبل ان شاء الله، وهينتهي 30/6 بس كده. عفوا، سينتهي 30/7، وسيتم الإعلان قريبا عن جدول الدوري المصري الممتاز بالتنظيم. وكده نكون قلنا لكم عن كل حاجة في فيديو النهاردة. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتدعيما لنا بزر الجرس. ولو انت من الأبطال وصلت للدقيقة دي، يا ريت لايك وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحط لايك. والله لو استغفر الله ما كانش حد فيكم اتفرج عليا من كثرة المعاصي والذنوب. اللهم لا تتركني الضلال، ولاني راح تدمر حتى استطيع ان انام. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وادعوا لي ان انا اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، واعمل لكم فيديو